بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك يفوز بصعوبة 2-1 على الاتحاد السكندري المجتهد. الإرادة تنقسم بين الفريقين. بدأ الزمالك بالإرادة في التقدم بالهدف الأول فحققه ثم هدأ. تولدت الإرادة عند الاتحاد في التعادل فسعى إليه فحققه ثم هدأ. ثم عاد الزمالك ليجدد رغبته في التقدم ثانيا فحققه ثم هدأ. وذهبت الرغبة للاتحاد ليتعادل فوصل بكرة في العارضة وهي أقرب ما يكون للهدف لكنه لم يتعادل. بهذا نتعلم ونتيقن أن الرغبة أو الإرادة هما الفيصل الذي يرجح كفة فريق على حساب الآخر، وأن الفريقان متساويان لكن ما يفصل بينهما هي الرغبة. فلو كان الاتحاد يرغب في الفوز ويسعى إليه بكل تأكيد سيحققه، ولو كان الزمالك يرغب في الهيمنة والسيطرة وسعى إليهما سينال. وإن وجدت الرغبة داخل الفريقان لشاهدنا مباراة ممتعة ومثيرة أيا كانت النتيجة. قلنا لازم نهاجم. تصريح لعاشور الأدهم لاعب نادي الاتحاد السكندري بعد المباراة لأحد الاستديوهات التحليلية أنه اتفق مع زملائه في الملعب بعد تقدم الزمالك في الدقائق الأولى إننا لازم نهاجم علشان نتعادل. إذا لم تتولد رغبة التهديف داخل الاتحاد إلا بعد تقدم الزمالك. متى سنرى فريقا لديه رغبة الفوز عن جدارة واستحقاق أداء ونتيجة وبعدد وافر من الأهداف من بداية المباراة إلى آخر ثانية؟ وماذا لو كانت تلك الرغبة من الفريقين؟ وقتها فقط نعلم أننا قد وصلنا للعالمية. تأخر كهربا 3 ثواني. بدأ الزمالك المباراة بهجوم ضاغط وهجمة من جهة اليسار للاعب محمود كهربا الذي راوغ أكثر من لاعب وتأخر في التمرير لزملائه 3 ثواني، إلى أن تمت مراقبة مهاجمي الزمالك من قبل مدافعي الاتحاد، وحينما أغلقت زوايا التمرير لجأ إلى التسديد لتخرج منه ضعيفة إلى يد الحارس الهاني سليمان. تأخر كهربا 3 ثواني عن التمرير لزملائه أضاع على فريقه هدف محقق. وكيف تأتي الأهداف إلا بالتوقيت المناسب وأحيانا في كسر من الثانية؟ الأهداف وحكمة التوقيت المناسب. فالهدف الأول جاء بتمريرة متقنة في الوقت والمكان المناسبان من أيمن حفني للمهاجم الإفريقي إيمانويل مايوكا. وهدف الاتحاد جاء عن مهارة فردية في التسديد للاعب عاشور الأدهم وأخذ القرار في جزء من الثانية بعد أن وجد الوقت مناسب للتسديد. والهدف الثاني للزمالك جاء بتمريرة سحرية لأيمن حفني بعد أن راوغ 3 مدافعين وفي كسر من الثانية مررها لكهربا ليضع وجها لوجه مع حارس المرمى ليسددها بكل سهولة مسجلا هدف الفوز والثلاث نقاط. هنا فقط علمنا أن الرغبة والوقت المناسب في التمرير أو التسجيل قد يساوي مباراة وأحيانا بطولة. وشكرا.